السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض غدا بسيط وخفيف كده وحلو وغير مكلف، غدا اقتصادي وينفع معاكي فطار غدا عشاء. هو بسيط جدا ومش هيكلفك اي حاجه. هيكلفك يعني هم 20 جنيه بالظبط، ولو هتزودي شويه زي هيكلفك حوالي 50 جنيه بالظبط. وفطار حلو كلته، يعني هنحط فيه يعني خضرة وحاجات، فكلته هيبقى قيمة غذائية وتبقى حلوة، والأطفال هيحبوه ياكلوها وهيستفادوا منها. فتابعي معايا الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض، وطريقتنا ازاي فيه، وهتبقى مناسبة معانا عشان برضو أطفالنا وكده. يعني غدا اقتصادي موفر، مش شرط ان احنا ناكله يعني كل يوم لحوم وكده، وينفع برضو من ضمن أكلات آخر الشهر وكده. تابعي معايا الفيديو ونبدأ في الفيديو ونشوف الطريقة بتاعتنا ازاي. اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، اتمنى من حضرتك تعملي اشتراك للقناة وتعملي لايك لو عجبك الفيديو، وتكتبي لي كومنت حلو، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اول حاجة معانا ايه؟ بصلتين متوسطين. انا البصل اللي عندي كان صغير فاستخدمت 4 بصلات صغيرين خالص. لو البصل عندك حلو فاستخدمي اربع بصل استخدمي بصلتين، عفوا استخدمي بصلتين متوسطين. هتقطعيهم كده مربعات صغيرة، مكعبات صغيرة. عايزة حبة تفرميهم في الكبة، افرميهم يعني، حبة تقطعيهم اللي يريحك. انا قطعتهم كده مكعبات صغيرة. ومعاهم برضو طماطميتين برضو تقطعيهم برضو مكعبات صغيرة. نفس الحكاية الطماطم عندي صغيرة، فانا برضو استخدمت حوالي 3 طماطميات. وبرضو استخدمنا برضو حوالي برضو 2، يعني برضو استخدمي 2 فلفل، قرنين فلفل يعني وكده. ولو حباه تبقى يعني فيها سبايسي شويه ممكن تستخدمي عليهم قرن فلفل حامي، بس طبعا انا ما حطيتش فلفل حامي لان انا عندي اطفال وما ينفعش ياكلوا حاجه فيها شطه، لسه صغيرين. فطبعا عاملاها عاديه. يا سلام بقى لو فيها قرن حامي بقى. تمام. هعمل جنبها هنعمل عجة النهارده. هقلي جنبها بتنجان وايه وفلفل، هحطه في الاير فراير كده يتقلى على ما نخلص بقى ايه معانا ايه بقى تقطيع الخضار وكده. يبقى احنا معانا بصلتين متوسطين، ومعانا طماطميتين برضو متوسطين الحجم، وقرنين فلفل، ولو عايزه تحطي فلفل حامي. ومعانا آه، حزمه من البقدونس وحزمه من الكزبره. هنغسلهم كويس وتقطعي العيدان بتاعتهم، احنا مش عايزين اي عيدان خالص تكون معانا في الخضره. هتغسليهم كويس وتسيبوهم لما يتصفوا خالص من الميه بتاعتهم وينشفوا. هتبداي تقطعيهم كده، حاولي يعني تقطعيهم كده تفرمهم على قد ما تقدري في التقطيعه. وهنحط 4 بيضات، ممكن تستخدمي 3 مش فيش مشكله يعني. شوفي اللي انت حباه، في 3 بيضات 4 بيضات، حابه تزودي عن 4 بيضات زودي، ده اللي هو يعني ايه، ده متاح ليكي حسب حريتك. ومعانا كوبايه الا ربع كده من الدقيق. ومعانا برضو البهارات بتاعتنا، هيبقى ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وكزبرة ورشة من البابريكا. آه عفوا قصدي رشة من ال7 بهارات. وبعد كده يلا بقى نبدأ. أول حاجة نعملها اللي احنا هننزل بمعلقة كده من السمنة أو سمنة على زيت، اللي انت تحبيه، زيت بس اللي انت يريحك. تنزلي عليه أول حاجة بالبصل كده، تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما تلاقي البصل معانا بدأ يدبل كده وداخل معانا ان هو يعني هيبدأ يصفر. هتقومي نازلة عليه بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات برضو صغيرة، وتنزلي بقى تفضلي تقلبي فيهم كده تشوحيهم مع بعض كويس. وتنزلي عليهم برضو بعد كده بالفلفل، وتفضلي تقلبي فيهم كده لحد ما يدبل معاكي الخضار كليته يعني. لما تحسي كده تلاقي الفلفل والطماطم والبصل دبلوا خالص كده مع بعض واتهرى كده في بعض، يبقى كده ايه تمام بقى معانا. هننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا ونقلبهم بقى في بعض كده لحد ما يتبلوا. هنطفي عليه خالص ونسيبه بقى ايه يبرد تماما خالص يعني. يفضل انك تسيبيه لحد ما يبرد خالص، ما تستخدموش تحطوش يعني في الخلطة بتاعتنا الا لما يكون برد خالص، عشان لو حطيتيه وهو سخن هي يعني هيسوي البيض معانا. فاحنا عشان احنا هنستخدم بيض وفيه بيض، يبقى لازم الخليط ده يكون برد تماما، يعني الخضار ده بتاعنا تتأكدي كده ان هو برد خالص، ما عادش سخن، فهتستخدميه بقى عشان ما يسويش معانا البيض. ونسيت اقولك هتضيفي برضو فصين كده من الثوم يكونوا مهروسين برضو على الطماطم والبصل والفلفل، وتقلبيه معاهم كده برضو لحد ما يستوي وتقفلي عليه، يبقى كده جاهز معاكي.
والبتنجان بتاعنا برضو كان خلاص اتقلى اهوت معانا في الاير فراير. هنطلعه بقى ونحطه في طبق. كان عندي حاطه في التلاجة من اللي هي توم بالفلفل كده وعليه شويه بهارات، هحطه منه توم وفلفل وطماطم كده وعليهم بهارات. فهبدأ بيه بقى ايه، احط منه على البتنجان دي التتبيله دي، احط منها على البتنجان، وكده بيكون معانا ايه البتنجان بتاعنا جاهز. نرجع بقى نكمل معانا برضو ايه. انتي ممكن تقدمي مع العجة بتاعتنا، ممكن تعملي عجة وتحطي جنبها مثلا طبقين من شوربة لسان العصفور. يعني برضو الجو بقى برد دلوقتي، فبيبقى محتاج اي حاجة دافية كده برضو معانا في الجو البرد ده. تعملي لسان عصفور. ممكن تعملي برضو، انا عملت لسان عصفور عشان الاولاد، عشان لو في حد فيهم مثلا مش هياكل العجة او مش بيحبها او مش هيقدر ياكلها او جاع يعني على ما العجة تستوي كده، فيكون معانا لسان عصفور جاهز كده ياكلوا لهم طبق كده. فانا هنا هحمر لسان عصفور، نزلت بمعلقه من الزبده، مش هكتر بقى مادة دهنية، هي هتكفى بمعلقة المكعب كده اللي هو الزبدة، وانزل بيه بلسان العصفور وافضل اقلب فيه كده لحد ما ياخد معانا لون ذهبي حلو يعني. اهم حاجة في لسان العصفور عشان ما يشربش معاكي الشوربة، او حتى لو هتعمليه بمية ومرقة وكده، تحط عليه مرقة دجاج يعني وكده، اهم حاجة عشان ما يشربش المية ان انتي تحمري لسان العصفور، تخلي لونه يعني يبقى مغمق معاكي كده، مش يبقى فاتح، ويبقى مغمق معاكي وبرضه ما يكونش محروق، فاهماني؟ وتنزلي عليه باللي تكون الشوربة بتاعتك او المية بتاعتك سخنة بتغلي. جربي الطريقة دي هتلاقيها معاكي، عمر لسان عصفور ما يشرب معاكي ميته. انا بقى هنا بصراحة الشوربة كنت انا عاينة شوربة في الفريزر، فطلعتها كانت لسه حتى مجمدة. هنزل بيها، مش هغليها ولا حاجة، انا هنزل بيها كده على الشوربة على لسان العصفور، وهزودها شوية مية عشان انا لقيت ان هي الشوربة قليلة على لسان العصفور، فزودتهم شوية مية، وهنزل عليهم بمكعب مرقة وخلاص. على كده 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 الشوربة بتاعتنا كان فيها بهارات، فخلي بالك من النقطة ديت عشان لو ايه مش حابة تحطي مرقة فخلي بالك لا تحطي ملح وكده، عشان ايه ان الشوربة كده كده متملحة قبل كده يعني. هسيب بقى لسان عصفور بقى يستوي مع نفسه، ونرجع بقى ايه نكمل العجة بتاعتنا. هو كده خلاص غلى معانا، ياخد غلوة تقفلي عليه وتغطيه بقى وهو يكمل سوا مع نفسه. هنكمل بقى العجة، هنجيب بقى البولة كده ونحط فيها الأربع بيضات. إيه ونقلبهم يعني بالشوكة كده كويس جدا، او تعمليهم بالمضرب اللي هو البيض اللي هو اليدوي، تعمليهم بالمضرب اليدوي كده، تربيهم في بعض كويس جدا البيض. تنزلي عليهم برشة من الفلفل الأسمر ورشة بسيطة من الملح. لو انتي الحدق بتاع الخضار بتاعك انت كده كده حاطين عليه بهارات، فشوفي حدقه، لو لقيتيه حدقه حلو خلاص ما تحطيش ايه ملح. انا بصراحة كنت دقته لقيته يعني ايه محتاج ملح، فانا حطيت بقى الملح على البيض. كملت بقى الحدقية بتاعته، الملح بتاعه حطيته على البيض مع رشة فلفل أسمر، وقعدت قلبت البيض كده كويس جدا جدا، وبعد كده نزلت عليه بكوبايه الا ربع من الدقيق، وهفضل كده اقلبه في الدقيق، اقلب البيض في الدقيق كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه يعني دقيق تحت او كده، تقلبيه مع بعضه كويس جدا، وبعد كده تنزلي عليه بالخضره بتاعتنا اللي هو البقدونس والكزبره اللي احنا مقطعينهم حلو، وتقلبيهم مع بعض ايه كويس لحد ما تخلطي ايه يعني كله مع بعضه كويس يعني. بعد كده هتنزلي عليها بحوالي نص كوباية من اللبن. عشان يعني ايه اللبن ده اولا هتزودي القيمة الغذائية للعجة، طبعا كلها قيمة غذائية عالية من بيض وخضار يعني خضار مشكل معاكي فحلوة، وتحطي عليها كمان ربع كوباية من اللبن او نص كوباية على حسب بقى يعني ايه الكمية اللي انت عاملاها. انت تحطي اللبن تدريجيا كده وتشوفي، لو مثلا حسيتي مثلا انك حطيتي لبن كتير وان هي مثلا بقت سايله معاكي شويه، هتضيفي لها برده معلقتين دقيق، معلقتين دقيق ولا حاجه، يعني تدريجيا تحطي لها دقيق كده لحد ما تظبطي ايه يعني السمك بتاعها. انا ضفت اللبن اهوت واقلبها وهي كده معايا ايه مظبوطه تمام قوي. اقلبهم في بعض كويس جدا اول خليط. اهم حاجه قلت لك ما تنزليش بالخضار بتاعك اللي هو البصل والطماطم والفلفل والثوم لما يكون برد تماما على البيض والدقيق. هتقلبي خليطك بقى كويس جدا كده مع بعض حلو خالص لحد ما تحسي كلهم اندمجوا في بعض. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك
تكوني دهناها دهنة من الزيت وتبطنيها من الدقيق. لو الصينية بتاعتك تيفال خلاص كده كده التيفال مش بيلزق فيه حاجة، يا دوبك هتدهنيها دهنة زيت وخلاص أو سمنة. لو بقى بايركس أو ألمونيا وكده تبطنيه من الدقيق، زي برضه زي كأنها صينية كيكة، هتدهني زيت ودقيق وتبطنيها كويس جدا، ولو في زيادات من الدقيق هتنزليها وتقومي نازلة عليه بالخليط بتاعنا، وتدخليها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معاكي، هتطلعيها من الفرن. بس اهم حاجة لما تيجي تطلعي، لو انت هتعمليها في صينية بايركس، اهم حاجة لما تيجي تطلعيها من الفرن ما تحطيهاش على الرخامة مباشرة، لازم تحطي تحتها، تطلعيها على اي حاجة، تطلعيها على فوطة، على اي حاجة، المهم ما تلمسي الرخامة مباشرة، عشان هيبقى غلط على البايركس، ممكن لا قدر الله لا قدر الله يعني يفرقع معاكي البايركس. مينفعش البايركس يكون سخن ويتحط على حاجة ساقعة مباشرة. بعد ما نزلنا بالخليط هتبدأي تفرديه كده كويس جدا كده بالمعلقة في الصينية كلاته، وتهبدي كده الصينية بالراحة خالص كده، اللي هو بحيث انك تتأكدي ان هي فردتي كل الخليط في قلب الصينية وبقى كله سوا بعضه، هتدخليه بقى الفرن. و- اهي شفتيه كده، وتقومي مدخلاه الفرن ويطلع معاكي على طول. ما شاء الله طلعت معانا جميلة وحلوة. انا ما ولعتلهاش الشواية، ما شاء الله خدت يعني وشها كده بقى حلو، من غير ما اولع عليها الشواية ولا حاجة، هي بس كنت مولعة عليها من تحت على درجة 180. طلعت معانا جميلة ما شاء الله وحلوة وهشة كده. اهم حاجة تكوني حاطة على يعني البيكنج باودر اللي احنا حطيناه على الدقيق يعني يعني بيخليها يعني ينفشها معاكي شوية. هتقطعيها بقى، ممكن تستني عليها تهدى شوية وبعد كده تقطعيها بقى مكعبات، لو عاملاها في صينية مدورة ممكن تقطعيها زي البيتزا كده مثلثات، يعني الطريقة اللي تحبيها يعني اعمليها. انا هنا اقطعها مكعبات هنا كده، وتبدأي بقى تقدميها في طبق التقديم. العجة بقى تقدري تحطي جنبها اي حاجة اللي انتي يعني تقدري تقدمي جنبها، مثلا تعملي جنبها طبق سلطة مثلا وبتنجان مخلل. آه، شوفي مثلا ممكن تقلي جنبها بطاطس مقلية ويبقى كده غدا جميل وحلو. ممكن تعملي جنبها مثلا تحطي جنبها تونة وبتنجان مقلي مثلا وشيبسي ومخلل وعيش وكده، وتبقى حلوة وجميلة وتتغدوا بيها. يعني شوفي بقى انت حابة تاكلوها ايه جنبها، تاكلوا ايه جنبها وتعملوه. حلوة وجميلة وبسيطة ومش مكلفة قوي، وهتطلع معاكي حلوة، والعيال أو أولادك هيعجبوها، وكمان انت حاطه لهم كل الخضار عشان لو في مثلا يعني حاجة بقى مش بياكلوها أو كده، فهي ديت بقى في العجة مفيش حاجة باينة وطعمها حلو قوي وهيحبوها الأولاد. وهتقدري كمان تفطري بيها برضو، تحطها على الفطار. يعني أنا بقى مني فيها هنفطروا بيها بكرة إن شاء الله، هنحطها على الفطار ونفطر بيها برضو. شوفوا ما شاء الله واخدة معايا من تحت لون جميل وحلو ازاي ذهبي. اتمنى منكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك للفيديو، اتمنى منك تعملي لايك للفيديو وتعملي اشتراك للقناة، وبكده يكون الغدا بتاعنا جاهز وبألف هنا. وحابة افكركم في نهاية الفيديو بالحصالة، ما تنسوش وتكسلوا. والنهاردة احط برضو معاكم ال10 جنيه بتاعت النهاردة في الحصالة، كده بقالنا 3 ايام بنحطه في الحصالة. لو انتي جديدة معايا ومتعرفيش الفكرة، احنا عاملين حصالة نحط كل يوم 10 جنيه عشان رمضان.